السلام عليكم اخواتي الغاليات، لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى نلقاكم في احسن الاحوال نتوما والاحباب ديالكم يا رب. مرحبا بكم في قناه عالم كوثر مع وصفه جديده وفيديو جديد. وصفتنا اليوم ان شاء الله مسمن مورق كيجي رائع خطوه بخطوه باش يستافدوا المبتدئات. الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي، والبارطاج ديال لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب، ولي كومونتير الزوينه ديالكم. دوزو المقادير وطريقه التحضير. خديت 500 غرام من الدقيق الابيض، غربلته من قبل. غادي نضيف عليه ملعقه صغيره من سكر خاشن وملعقه صغيره من الملح، وغادي نضيف ملعقه من زيت نباتيه، زيت المائده. غادي نخلط المكونات مزيان مع بعضها. يمكن لكم اضافه دقيق الفينو، انا صراحه اكتفيت غير بالدقيق الابيض، كيبقى لكم الاختيار اكيد. كنبقى مستمره حتى كيدخلوا العناصر مزيان. في هذا الاثناء غادي نضيف الماء الدافئ باش نجمع العجين حتى كنحصلوا على واحد العجين لين. غادي تلاحظوا معايا القوام ديالو. على هذا الشكل كيجي رطب. غادي نخليو العجين يرتاح واحد نصف ساعه ولا اكثر ونغطيوه. وهنا من بعد ما ارتاح العجين غادي نشكل كويرات كيف ما كتلاحظوا معايا. العجين ديالي كون لي واحد الفقاعات من هنا، كيبان انه راه جا ناجح. ديت اناء وغنضيف فيه الزبده اللي ذوبتها من قبل والزيت، زيت المائده، اي نوع ديال الزبده متوفر عندكم. غادي نخلطهم مزيان وغادي نبدا نضيف الكويرات. هاد العمليه كتخلي المسمن ديالنا كيجي مورق. غادي نضيف الكويرات وغادي ندهنهم مزيان بالخليط ديال الزيت والزبده. غنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه كامله. كيجي ناجح هذا المسمن، كيجي رائع بمعنى الكلمه. وغادي نخليهم يرتاحوا واحد الساعه ديال المكانه ولا اكثر. هنا من بعد ما ارتاح المسمن غادي ناخذ دقيق الفينو وغادي نزيد عليه كيس من خميره الحلويات، وغادي نخلطو مزيان. خديت قطعه بالعجين وغادي نبسطها كيف ما كتلاحظوا معايا. تبارك الله عاطيه الطوع، كيجينا سهل في الخدمه. كنبقى مستمره حتى كنبسطها مزيان. في هذا الاثناء غادي نزيد دقيق الفينو ونبقى مستمره كنبسطها. وغادي نضيف كميه من الزبده والزيت وغادي نجمع الجوانب ديالها بهذا الشكل. وغادي نضيف الفينو والجانب الاخر وغنجمعها على هذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنبدا نبسط
في اول قطعه صوبت ما كنديروهاش رقيقه بزاف وماشي غليظه، كتجي متوسطه. انتم غتلاحظوا معايا على هذا الشكل. فوق نار متوسطه غادي نحط المسمن، غير كيشد في راسو كنقلبو قبل ما كيتحمر. ما كنحتاج لا زيت لا زبده. غادي نقلبها ونبقى نحركها بهذه الطريقه. ضروري من هذه العمليه باش كيتنفخ وكيجينا زوين. صراحه كيجي مورق وكيجي خفيف وكاع ما كيشرب الزيت ولا الزبده كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نبقى نحركها باستمرار ضروري كيف ما كتلاحظوا. غادي نقلبها كتجي مفشفشه. دائما التحريك المستمر حتى كتبدا طيب من الجوانب كاملين. وغادي نقلبها طيب من الجهه الاخرى كتجي محمره زوينه، كتجي على هذا الشكل. دائما بلا زيت بلا زبده في الطياب. كنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي بنفس الطريقه على نار متوسطه. كنحطوا المسمنه قبل ما كتحمر كنقلبوها وكنبقاو نحركوا فيها باستمرار باش كطيب مزيان من الجوانب كاملين. كيدخلها الطياب بهذه الطريقه، كتخلي الطياب يدخلها ماشي كتحمر لينا غير من الفوق وكتبدا تنفخ. مسمن كيجي ناجح 100%، مررق من الداخل. وغادي نقلبها على الجهه الاخرى باش تحمر. كيجي رائع صراحه. دائما مع التحريك المستمر. هذا هو شكل المسمن من الداخل، كيجي مورق وناجح 100%. وصفه سهله، انا اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد.